يلا بسرعة على السريع اقول لكم عملنا الجمال ده ازاي. هقول لكم بقى. الوصفة دي كانت اقرب الوصفات الى قلبي. كنت نفسي في يوم من الايام اعرف هي ازاي، لان كان مصروفي صراحة كان ضايع عليها. وكان نفسي يجي اليوم اللي اعرف ال- الجمال ده بيتعمل ازاي، لحد ما جه اليوم وعرفت الوصفة بتاعتنا بتتعمل ازاي. فقلت افيدكم كده، عل وعسى يكون فيكم من الاشخاص زي تكونوا بتعشقوها بجد بجد. احب الوصفات الى قلبي، عشق السنين. مهما اقول لكم بجد على الوصفة دي، كانت كده حاجة اللهم بارك. ما كنتش ببطل اكل منها خالص. فزي ما انا قلت لكم، معرفت بقى الوصفة، حبيت ان انا اعرف حبايبي كده وافيدكم واقول لكم قد ايه الوصفة دي جميلة، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. زي ما انا كده ما ببطلش خالص ان انا اعملها. وصفة هتديكي طاقة، وهقولك هتديكي طاقة ازاي هنعرف مع بعض بمتابعة الفيديو. انا خدت الطبق ورحت بيه على البلكونة، وواحدة في التانية عايزة اقول لكم ببص لقيت الطبق اللي قدامكم ده خلاص اتبخر من حلاوته بجد. وعايزه اقول لكم جميل جدا وطعمه حلو. شفتوا مقرمش ازاي؟ يلا بسرعه اعرفوا الوصفه عشان تعملوها وتدمنوها وتبقى ادمان وعشق السنين تبعكم. هنعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا، وما كنتش اعرف ان هي بسيطه للدرجه دي. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف الوصفة بتاعتنا اتعملت ازاي. اول حاجة، اي حلة بقى قديمة عندك، لان اي حلة قديمة عندي انا مخصصة الحلة دي للفشار. هنحط حبة زيت كده يكونوا محترمين، عشان لو قللتي من الزيت مش بيخلي الذرة كله ان هو يفشر معاكي. فهتحطي حبة حلوين كده من الزيت، وعليهم كوباية من ذرة الفشار، وتفضلي تقلبي بالمعلقة زي ما انت شايفة كده. خلاص عندما يبتدي ان هو يطرقع ويفشر، توطي النار عليه وتسيبيه بقى كده مع نفسه لحد ما يبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. خلصنا الفشار عمايل، هنبتدي نفضيه في البولة الجميلة بتاعتنا دي. تعالى اقول لك بقى، وفي نفس الحلة هنعمل التركة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى، هننزل هنا بربع كوباية من العسل الأسود. أيوة، ربع كوباية من العسل الأسود، وعليها رشة صغيرة من الكربوناتو. اوعي تكتري الكربوناتو عشان ما يمررش معاكي. وتفضلي كده على نار تكون هادية، تقلبي تقلبي في العسل لحد ما يستوي خالص معاكي. وانزلي بقى بالفشار. أنا للأسف يعني جيت اقلب في نفس الحله لقيتها صغيره خالص، فابتديت ان انا افضي الفشار في حله كبيره واحط عليها العسل بتاعي. رشه الملح دي بقى بتوديلك الفشار بالعسل في حته تانية خالص، بتنقل معاكي بجد الطعم. عايزه تحطيها دي اختياري، مش عايزه تحطيها ما تحطهاش. انا هنا بوريكم ان الحله كانت صغيره فنقلتها في حله كبيره عشان اقلب كده واخد بروحي في الفشار، ان كل حبايه من حبات الفشار تتغلف بالعسل. وهنا الجمال بقى اكتملت الصوره. عايزه اقول لكم قلب الضعيف لا يحتمل بجد. الموضوع ده يا جماعه عشق السنين. عايزه اقول لكم ان انا مش ببطل عمايل فيه خالص. وهقول لكم ليه بقى. بيديكي طاقه حراريه في السقعه والاوقات اللي احنا فيها دي. الجو انتوا عارفين ان هو صعب جدا وساقع جدا او برد جدا. فالعسل الاسمر ده هيديكي طاقة رائعة. عايزة اقولك بجد، احلى طبق فشار هتاكليه بالعسل الاسمر هتدمنيه مش هتبطليه. بصوا انا عايزه اقول لكم ان اللي بيعملوا مره استحاله ان هو هيبطلوا تاني، لاني ده عشق السنين، حاجه كده ادمان. آه، اقرب الوصفات المحببه الى قلبي بجد، وليا معاها ذكريات جميله جدا. انا زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، انا مصروفي كله كان ضايع على الفشار اللي هو بالعسل ده. وكنت نفسي في يوم من الايام فعلا ان انا اعرف ازاي بيعملوا الفشار بالطريقه دي. لما جه فعلا اليوم وعملته، وانا فرحانه جدا ان انا قدرت ان انا اوصل للطريقه بجد. اعمليه مش هتبطلي تعمليه خالص. ولو كلتيه مرة استحالة استحالة ان انتي ما تعملوش عشرات المرات. بجد احلى فشار. بصوا انا عايزه استنى هنا لحظه ان انتوا كنتوا تشوفوا التقرميشه بتاعته. هنعمله بطريقه صح،
يعني خدوا بالكم من كل خطوة من الخطوات اللي انتوا هتعملوها، اللي هي ايه بقى؟ رشة الكربوناتو دي مهمة جدا على العسل، والعسل لازم يكون على نار هادية جدا، ولازم العسل يستوي عشان يديك التقرميشة اللي انت شفتيها معايا دي. يلا اعملوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص انتهى. يلا بقى اسيبكم بخير واشوفكم بخير بإذن الله في فيديوهات حلوة كتير من قناة ايمي والعائلة. سلام.